السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة سامي رشيد. اليوم بإذن الله غادي نشارك معكم مسمن معمر بالبصلة والشحمة، يعني الملوء التقليدي ديالنا. كيجي بصراحة مرق وكيجي لذيذ، والحشوة كذلك كتجي لذيذة بزاف، وبالأخص يعني في الأيام ديال البرد، يعني فاش ناكلوه كيسخن الجسم ديالنا. وخليكم مع المقادير وطريقة التحضير. بالنسبة للمقادير كنحتاجو الدقيق، أنا عندي هنا تقريبا 600 غرام ديال الدقيق، يعني دقيق يكون ممتاز. وعندي كذلك كاس، تقريبا عندي كاس يعني ديال الدقيق الفينو، يعني ماشي السميدة رقيقة، يعني الفينو، الدقيق الصلب. كان نحتاج كذلك خميرة الحلويات 7 غرام. ومن الأحسن ديروا هاد الخميرة هادي ديال الحلويات، ما ديروش الخميرة المعجونة باش تخدموه في خاطركم. وكذلك بالنسبة اللي كيبغي يخلي العجينة يعني يعجنها في الصباح ويخليها حتى العشية، ومثلا عاد تحضر المسمن ديالها، من الأحسن يعني ديري خميرة ديال الحلويات. صافي كندير هنايا، عفوا، كندير معلقة ديال السكر كتبقى اختيارية، والملح. انا هنا نسيت ما درتش الملح، وعندكم كنت نساو الملح. صافي كنبقى كنخلط داك الدقيق بالماء الدافئ، يعني البارد شي شويه، من الاحسن ديروا دافي غير شي شويه. صافي انايا من بعد ما جمعت العجين، انايا كملت التليك ديالها في العجانه، حتى كنتحصل على يعني واحد العجين يكون رطب، يعني ما يكونش يعني خفيف بزاف وما يكونش قاصح، يعني يكون هو هذاك باش فاش كيرتاح لينا العجين كيجينا هو هذاك، يعني فاش كنجيو نطلقوه كيجي هو هذاك. وبالنسبه للحشوه كنحتاجو جوج بصلات يكون يعني متوسطين. من الأحسن يكون داك البصل الأبيض، وكنحتاج واحد فص ديال الثوم والزيتون، تقريبا داك نص كاس ديال الزيتون، وفلفل أخضر، ويمكن لكم ديروا يعني الفلفل الأحمر، وديروا كذلك الجزر، ديروا يعني بزاف يعني الخضر اللي بغيتو يعني تضيفوها ضيفوها. صافي أنا هنايا كنقطع داك البصل، يعني كنقطعو شي شوية كبير حق مازال غادي ندوزو في الروبو. وكذلك كنقطع الفلفل، انا من بعد ما قطعت الخضره ديالي كلها وزدت عليه داك فص ديال الثوم كنشلضها. انا هنايا غادي نشلضها مزيان. صافي انايا من بعد ما شلضتها ضفت لها داك الزيتون، وضربت هذا الروبو، ضربه وحده يعني باش داك الزيتون يبقى ليه شي شويه واقف. انا نسيت ما ضفتش معاهم الشحمه، وزدتها مع نص بصله، وضفت كذلك الشحمه هنايا كنطحنها. صافي انا من بعد ما طحنتها يعني كنطحنها مزيان، يعني ما كتبقاش هكاك يعني طرفه كبارين مكليله. صافي هنايا من بعد ما طحنت الخضره ديالي كلها مع كذلك مع ديك الشحمه، هانتوما كنتحصل على يعني ديك البصله يعني كتكون ناشفه، ولا حسيتوا بها فيها الماء ولا شي حاجه يعني حاولوا تقطروها هكا في الشبكه، عاد ضيفوها زعما عاد تعمروا بها المسمن ديالكم. هنا كنضيف شويه ديال القزبر وشويه ديال المعدنوس، وكذلك كنضيف شويه ديال الزعتر. كيبقى اختياري، من الاحسن يعني نضيفوه كيعطي واحد ديكور عفوا، واحد المذاق زوين. كنحكوه بين يدي وكنضيفو، كنضيف كذلك الملح كيبقى على حسب الذوق. نص معلقه صغيره ديال الكمون، ربع ملعقه صغيره الفلفل الاسود او الابزار، الكركم كذلك نصف ملعقه صغيره، الفلفل الاحمر معلقه صغيره، وكذلك السودانيه او الشطه كتبقى اختياريه، نص معلقه صغيره. ويمكن لكم كذلك ديروا الهريسه، من الاحسن كتعطي واحد المذاق زوين. كندير تقريبا واحد معلقه كبيره ديال زيت الزيتون، كنخلط هذاك التوابل كلهم مع داك الخضره، يعني مع ديك البصله والفلفله مزيان حتى كينسجموا مع بعضياتهم. كنخليهم جانبا وكنمر باش نحضر العجين. هنا من بعد ما تطلق لي العجين كما كتلاحظوا يعني خليته، من الاحسن الواحد يعني يبقاو تعجنوا العجين هو الاول، وعاد حضروا الحشوه. صافي انايا كنبقى انا كندير كويرات كيكونوا صغيورين، لحقاش غادي نبقى ندير وحده في وسط وحده. صافي انايا بعد ما يعني درت داك الكويرات، شكلت الكويرات، كنغطيهم هنايا بالفيلم اليمونتير، وكندير منهم اولا بشويه ديال الزيت، عاد كنغطيهم وكنخليهم كيرتاحوا. وكنمر كنحضر الزيت اللي غادي نطلق به المسمن. كندير يعني الزيت اللي غادي يقدني يعني باش نطلق المسمن، وكنضيف معاه معلقه صغيره ديال الفلفل الاحمر
او البابريكا، باش فاش كان نطيبو يعني كان نطلق به داك المسمن، هو داك اللون اللي كيعطينا المسمن يعني كيجينا حمر. صافي من بعد ما ارتاح ليا المسمن هذيك الكويرات ديال العجين ارتاحوا ليا واحد شويه، نتوما من الاحسن كل ما خليتوهم مرتاحوا كيجيكم يعني ساهلين في الطليق. صافي انايا كنبقى ندلك كنرشهم شي شويه بالزيت، وكنبقى نطلقهم كنطلقهم حتى كيبان داك سطح العمل. من بعد ما طلقت العجين كاع كله مزيان كما كتلاحظوا، يعني حتى بدا كيبان لنا سطح العمل، كنبدا كندير داك الحشوه من الفوق، كنوزعها على العجين كاع كله، كنبدا كنطوي المسمن ديالنا عادي يعني يعني كيجي هكايا مربع. صافي كندير هاد الجهه بحال هكا، والجهه الاخرى كردها هي التحتانيه باش كيجينا المسمن يعني مورق، ما كنديروش دوك جوج جهات يعني في جهه وحده، يعني وحده كتكون تحت وحده كتكون الفوق. صافي هادي نخليها جانبا، وهذه نمر باش نطلق العجين الكويره الاخرى اللي هادي ندير في وسطها هاد المسمنه الاولى. صافي من بعد ما طلقت ديك المسمنه اللي غندير فيها المسمنه الاولى، كنرشها كذلك بشويه ديال الزيت، وكندير فيها شويه ديال الحشو يعني ماشي بحال الاول، يعني غير واحد الرشيشه صغيره، وصافي وكنبقى كنجمع المسمنه ديالي بحال المره الاولى. مع كنرش واحد قليل من الزيت، لحقاش الحشوه ديالي انا ما فيهاش الزيت بالكل، فيها معلقه وحده ديال زيت الزيتون. وتقريبا هاد الزيت اللي كنورق به انا هو اللي غادي نطيب به المسمن، يعني ما غاديش ندير ما غاديش ندير عفوا الزيت في المقله بزاف. صافي كنشد داك الودينات ديال اللي كيبقاو يعني في هكا نخشيهم من التحت، وكندير داك الجانب الاخر فوق المسمنه باش كتجينا المسمنه مورقه. كنتمنى يعني يكون الصورة عندكم واضحة وعرفت نشرح ليكم. صافي انايا من بعد ما جمعت المسمنة ديالي كنحطها وغادي نمر باش نقاد يعني الكويرات كاع كلهم بنفس الطريقة الأولى. وبالنسبة للحشوة اللي بغى يعني يقليها في المقلة، يعني كيف العادة يقليها، ومن الأحسن يعني يجربوها بحال هكا، راه كتجي لذيذة بزاف يعني بلا ما نشحروها في المقلة، غير هي يعني شلضوها تكون رقيقة مزيان وتكون مصفية من الماء، يعني ما تكونش فيها الماء. صافي من بعد ما جمعت المسمن ديالي كاع كله ويعني وارتاح، كنمر دابا باش كنطلقو واحد شي شويه، ما كنضغطوش عليه بزاف حتى تخرج لنا ديك الحشوه، كنضغطو عليه غير واحد شي شويه، وكنكون ديجا دايره المقله فوق البوطه كتسخن، كنرش واحد الرشيشه صغيره يعني بالزيت، يعني هي المره الاولى يعني ماشي فيما نحطو المسمن كنرشو غير المره الاولى. صافي يمكن لكم تستعملوا اي نوع من المقله، يعني ديك المقله الوجديه ثقيله ولا بحال هكا المقله يعني اللي كطيب لكم المسمن. صافي كنبقى كنحط هذيك المسمنه، وكنبقى انايا في فوا كنحطها كنبقى نقلبها، يعني ماشي نحطها على جهه حتى كتحمر عاد نقلبها لا، كان انايا كنحطها في المقله وكنبقى كنقلب فيها حتى كطيب. وفاش كنشوفها يعني محتاجه انها ناشفه كم الزيت ولا شي حاجه كنزيدها. وانا الاكثر يعني هذا المسمن طيبته يعني بداك الزيت باش يعني ورقته قليل، فاش يعني كنزيد هكا واحد شي شويه ديال الزيت. صافي انا بدات كتحمر ليا المسمنه، والنار كتكون شويه ما تكونش يعني هاديه بزاف وما تكونش مجهده. صافي انتم كما كتلاحظوا كيجي مورق، وديك الحشوه كتجي صراحه لذيذه. هنايا صافي وجدت لي المسمنه كنحيدها، شوفوا اللون كذلك كيجي غزال ومذهب وطايبه يعني على الخاطر ديالها. والتقرميش انا نايم محيده الصوص ولا واحد التقرميشه زوينه. وصافي هذا هو المسمن ديالي من بعد ما وجد كما كتلاحظوا اللون جا غزال، وكذلك من الداخل جا مورق، وجد ديك الحشوه لذيذه بزاف كما كتلاحظوا. في الصراحه يعني الفيديو راه كيشرح راسو.
مع هاد البرد وهذا الشتاء الحمد لله عليه، يعني كنحتاجو بحال هكا الماكلة شي شوية تكون سخونة باش الجسم ديالنا كيسخن. وكنتمنى هاد الفيديو ينال اعجابكم، وكذلك الوصفة اليوم اللي حضرتها معكم. ومع السلامة في فيديو آخر في وصفة أخرى بإذن الله. ما تنساوش لايك الفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يبقى يوصلكم كل جديد. ومع السلامة.